جايه لكم النهارده بقى بخزين رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعك. النهارده بقى يا بنات بقيت خزين رمضان بأقل من 800 جنيه. ظبطت خلاص خزين رمضان، خلاص كده يا بنات. العد التنازلي كام يوم وخلاص رمضان يهل هلاله على البيوت كلها. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نشوف يا ترى جبنا ايه وكان ناقصني ايه وشوية حاجات كده اشتريناه. يلا بينا نشوف جبنا ايه. اول حاجة كده يا بنات انا اركن بقى السمنة القمر بتاعتي دي وهقول لك سعر السمنة ايه والزيت والصلصة وكل حاجة. تعالي بقى حاجة حاجة كده اقول لك انا جبت ايه بالظبط والكميات قد ايه. انا جبت رز كيلو بطرة، ده انا قلت لك عليه قبل كده تمام. هو حلو. بصي بقى يا ست الكل، نزلت في السوق لقيت اصلا كيلو الرز السايب ب 30 جنيه. دول مجانين. يعني انا الرز الاكياس اقل من الرز السايب. طب ما انا اوفر لي ان انا اجيب بقى ايه، رز اكياس. ده كيلو بطرة. كيلو بطرة ده الكيلو بكام؟ الكيلو ب 26 جنيه. جبت قد ايه يا دودو؟ هقول لك انا جبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جبت 9 كيلو من الرز. تمام. طبعا انا جايبه الحاجات دي عشان شهر رمضان كله، فالحمد لله على كل حال. ادام لقيت الرز سعره حلو ب 26 جنيه خلاص، فانا جبت 9 كيلو من الرز. كيلو ب 26 جنيه عملوا 234 جنيه. تمام يا ست الكل. تمام يا ست الكل. طبعا اساسيات بيتنا الرز. الراعي الرسمي اول يوم رمضان مصر كلها بتعمل محشي. اكتبي لي بقى في الكومنتات يا ترى انت برضو اول يوم رمضان بتعملي محشي ولا بتعملي اي فطار تاني. ولو بتعملي اي فطار تاني اكتبيه في الكومنتات عشان غيرك يستفيد. ويا ترى لو بتعملي محشي بتعملي معاه ايه. يبقى كده اول حاجه الرز ب 234. تمام. ندخل بقى على الزيت. الزيت ده يا بنات اسمه باب الحاره. الزيت ده بكام يا دودو؟ ده لتر. اللتر ب 65 جنيه. تمام. فحلو جدا. بصي بقى الزيت اصفر وجميل ازاي. جبت ايه؟ جبت ازازتين من الزيت اهم يا بنات، مخليهم جنبي اهو. ازازتين الزيت عاملين بالظبط 130 جنيه. ندخل على الحاجه اللي بعد كده. جبت ايه؟ جبت كيس سكر، وانا عندي سكر وطبعا رمضان خيره كتير فهتلاقي عندي سكر على طول، فانا جبت بس كيس دلوقتي. الكيس ده بكام؟ ب 32 جنيه. لو عندك تموين يبقى خير وبركه، ربنا يبارك لك وقولي الحمد لله. يبقى السكر ب 32 جنيه. ندخل بقى على المكرونه ولسان عصفور. ويا ترى جبتي ايه يا دودو وظبطتي ازاي ونوع مكرونه حلو وكمان سعره حلو. مكرونه خطيره اهي يا بنات، حلوه وسعرها حلو. ليه بقى؟ لان الاربع اكياس ب 30 جنيه. تمام. الاربع اكياس ب 30 جنيه. 4 اكياس بقى لسان عصفور، 4 اكياس شعريه، 4 اكياس مكرونه، اي 4 اكياس ب 30 جنيه. جبتي قد ايه يا دودو؟ جبتي اكياس قد ايه؟ جبت الاول المكرونات. جبت 1 2 3 4 5 قلم. وجبت اللي هي 2 اللي هي الصغننه خالص دي يبقى 7. وجبت 1 لسان عصفور يبقوا 8. وجبت ايه تاني يا دودو؟ لا جبت 2 لسان عصفور على لسان عصفور يبقى 3. يعني كلهم عملوا معايا 10. ال10 بكام؟ ب 75 جنيه. عشان انا قلتلك ال4 اكياس ب 30 جنيه، فانا جبت 10 كده مشكلين. تمام. طبعا المكرونات بتنجز معانا في شهر رمضان. نعمل مكرونه بشاميل، نعمل مكرونه بالصلصه، نعمل مكرونه محمره. اللي تحبي تعمليه اعمليه. نروح على الحاجه اللي بعد كده. الشعريه جبتها سايبه اهي يا بنات.
الكيلو ب 22 جنيه، فانا جبت كيلو كامل. انا بكمل يا بنات على الحاجه اللي عندي، يعني انا عندي تاني شعريه، فكل واحده شاطره تكتب الحاجه اللي ناقصاها، تبتدي تفرز عندها ايه وفاضل ايه تجيبه، فعلى اساسه ان انا انزل اجيب باقي حاجتي. يعني مثلا ايه، مش هبقى مخلصه مثلا الشعريه خلاص انا مش عايزه شعريه تاني وانزل الاقي سعرها حلو اجيب تاني، لا، انا اجيب الحاجه اللي انا محتاجاها بس. يبقى جبت كيلو واحد بس من الشعريه ب 22 جنيه. وهقول لك اخر الفيديو انا كلفت كل الحاجات دي اقل من 800 جنيه كام بالظبط. نروح على الحاجه اللي بعد كده وهي صلصه اها. طبعا الصلصه دي بصي هي حلوه جدا وسعرها حلو وكمان تقيله، يعني بصي هي رهيبه. صلصه اه دي ب 17 جنيه، انا جبت 2 من صلصه اه ب 34 جنيه، صح 17 34 جنيه اهي يا بنات. يتفضوا بقى في بطرمانين، يعني حلوه جدا جدا صلصه اه. نروح على الحاجه اللي بعد كده، بس ارص بس الحاجه زي ما كنت حطاها كده زي الديكور كده، فاهمه. نروح على الحاجه اللي بعد كده. جبت ايه يا دودو؟ جبت مرقه، كان ناقصني مرقه، علبه المرقه دي ب 40 جنيه. نروح على الحاجه اللي بعد كده. سمنه، سمنه الاصيل دي سمنه تحفه يا بنات، حلوه جدا والله حلوه جدا، وارخص من كريستال وارخص من روابي وجنه، نفس الطعم، حلوه ما فيهاش اختلاف، صفرة وجميله وطعمها حلو جدا في الطبيخ وفي الاكل. السمنه دي قد ايه؟ اعتقد كيلو ونص، مش عارفه مكتوب عليها ايه بالظبط، اعتقد هو اصلا كده كده اي سمنه بتجيبيها ما بتبقاش 2 كيلو يعني. المهم ان السمنه دي عامله بالظبط 135 جنيه. تمام تمام. نروح على الحاجه اللي بعد كده. جبت ايه يا دودو؟ نروح بقى على الخل. جبت ازازتين خل، دي ب15 ودي ب10، تمام. يعني ما لقيتش واحده تاني ب10 وما لقيتش واحده تاني ب15، فجبت واحده وواحده اللي هي هاينز ودي اللي هي العاديه، تمام. فجبت ازازتين من الخل طبعا عشان السلطه بتاعتنا القمر. طبعا شهر رمضان ما يخلاش من السلطه، خلي بالك اعملي حسابك على سفرتك لازم يبقى طبق سلطه. لو عندك اولاد مهم جدا جدا عشان يعوض، فاهمه، يعني فيتامينات، لان الاولاد على الفطار بيبقوا صايمين، بيجي وقت الفطار خلاص بيشربوا، عايزين يقوموا يلعبوا يتفرجوا على التلفزيون، تلاقيهم مش عايزين ياكلوا، فطبق السلطه بيعوض شويه. يلا نروح على الحاجه اللي بعد كده. جبت كمان كيلو من الدقيق على اللي عندي، زي ما قلت لك احنا بنجيب تكمله، يعني شوفي انت عندك ايه وكملي عليه. جبت كيلو دقيق سايب ب20 جنيه. ايه تاني يا دودو؟ جبت كمان ما نسيتش الفشار عشان العيال تتسلى بيه. كيلو الفشار ده يا بنات ب 40 جنيه، بس انا مش جايباه من هنا، انا جايبه الحاجات دي من السيده عيشه. السيده عيشه العطار اللي هناك الكيلو ب 40 جنيه، عندي هنا في السيده زينب الكيلو ب 60 جنيه، هناك الكيلو ب 40، فجبت نص كيلو ب 20 جنيه. جبت ربع كيلو من البقسماط المطحون ب 10 جنيه. جبت كيسين ملح ب 4 جنيه. حاجتي عملت كام؟ 781 جنيه تكمله على الحاجه اللي عندي. طبعا عندي بقيت مكرونه، عندي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عندي شعريه تاني. الحمد لله الحمد لله، بيتك مستور، لازم بيتك ان شاء الله باذن الله. شهر رمضان شهر الخير، شهر البركه، شهر التفاؤل، خليكي متفائله. ولو ميزانيتك يوميه او بالاسبوع خلاص هاتي حاجتك بالاسبوع، لو شهريه يبقى هاتي حاجتك بالشهر واخلصي منها، واكتبي انت بتحتاجي قد ايه في الشهر الحاجه بتاعتك، تعملي قد ايه رز قد ايه مكرونه، اكتبي منيو اكلات رمضان قبل ما يبدا رمضان علينا علشان يوفر عليكي كتير. ناقصك توابل انزلي هاتيها، بس توابل على قد الايد، فلفل اسود ملح بابريكا، الحاجات اللي هي بتحتاجيها كتير، كمون، الحاجات اللي هي الضروريه، مش الحاجات اللي هي ممكن تستغني عنها.
تمام. كان معانا النهارده فيديو خزين شهر رمضان 2025. وكده بقى يا بنات خلاص الفيديو بتاعنا خلاص خلص. بس بقى لو عجبك الفيديو وعجبتك القناه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعي واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. مع السلامة.